السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. فيديو النهاردة خلاصة الخلاصة من الاخر. كام نقطة كده نسمعهم هيفيدونا جدا 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 لو فكرنا فيهم صح وحاولنا نطبقهم صح. قلنا قبل كده كذا مرة ان الاغنياء ما بيشتروش عشان خاطر يصرفوا الفلوس، ما بيشتروش الحاجة عشان خاطر يعيشوا، او هم ما بيشتغلوش عشان خاطر يدوروا على الفلوس. الاغنياء الفلوس هي اللي بتشتغل علشانهم، هم قاعدين رجل على رجل وفلوسهم بيشغلوها في حاجات تانية تجيب فلوس، وهكذا وهكذا. وقلنا ان المدارس اللي احنا بنتعلم فيها بتعلمنا ازاي نحفظ المناهج، ازاي نمتحن وننجح، لكن مفيش مدرسة علمتنا ازاي نقدر نعيش او ندبر امورنا. هل في مدرسة لقيتوا فيها كتاب مدرسي بيتكلم عن التوفير او التدبير او ازاي تمشي حياتك؟ مفيش الكلام ده خالص. والناس عندها لخبطة ما بين حاجتين، حاجة اسمها الأصل وحاجة اسمها الخصم. ايه الأصل وايه الخصم؟ هنقول عليها مثال عشان خاطر نفهم الناس إيه المعنى أو الفرق. أنا ساكنة في شقة، الشقة دي ملكي، ما بدفع لهاش إيجار، ما بدفع لهاش أي حاجة. أنا كده اللي أنا معايا اللي فيه ده أو اللي عندي ده اسمه الأصل، يعني ما بدفعش عليها فلوس، هي شقة ملكي، ما بدفع لهاش إيجار، ما بدفع لهاش حاجة، فبالتالي هي ملكي، معايا أصل. ممكن أأجرها لحد تاني ياخدها مني ويدفع لي فيها إيجار، هي كده أصل. ليه؟ لأن ممكن تتأجر ويجي عن طريقها فلوس. إيه الخصم؟ لو أنا اشتريت شقة أو أجرت شقة وسكنت فيها وأنا بدفع لها إيجار، أنا اللي بدفع، فبالتالي دي خصم. أي حاجة بشتريها أو بأجرها وبدفع عليها فلوس باستمرار ده خصم، حاجة بدفع فيها فلوس. حاجة بشتريها وبأجرها لحد وبيجي لي من خلالها فلوس، ده اسمه الأصل. الخصم والأصل ده الفرق بينهم. مثال توضيحي شوية، مجرد مثال عشان محدش يقول لي حرام وحلال. ما بتكلمش في الحرام والحلال دلوقتي خالص، لان في حاجات من اللي انا بتكلم فيها دي بتبقى حشمه وجميله عادي جدا، يعني ما اتكلمتش على حاجه عريانه. انا دلوقتي عندي مناسبه، عاوزه اشتري فستان سهر عشان المناسبه دي. اللي يخليني اروح اشتري فستان ب4000 ولا ب5000 علشان احضر مناسبه، نفس ال4000 او ال5000 ممكن ااجر بيهم فستانيين او 3. فستان أأجره أو أشتري فستانيين، ممكن بدل فستان واحد أشتري فستانيين، واحد هلبسه في المناسبة والتاني أأجره يجي عن طريقه فلوس، واللي أنا اشتريته ولبسته في المناسبة أأجره بعد كده يجي عن طريقه فلوس. فاهميني؟ يعني بدل ما اشتري فستان سهرة وحشمة، ما اتكلمتش في حاجة عريانة ولا حمالات ولا الكلام ده عشان الناس اللي بتدخل تقول لي حرام، لأن في ناس كتير جدا بتسيب المحتوى كله وتمسك في كلمة وتقول لي حرام وحلال. انا عايزه احضر مناسبه، رحت اشتريت تايير، حلوه كده، بلاش فستان احسن تكون بتضايق الناس. اشتريت بدله، تمام، عشان احضر بها المناسبه، بدل ما ادفع بيه فيها 4000 ولا 5000 عشان هي سهره، فانا هشتري اتنين بسعر اقل، مش لازم تبقى سهره على الاخر، البس واحده والتانيه اجرها، واللي انا لبستها مره دي ابدا اجرها. انا كده ضيعت فلوسي في حاجه تجيب فلوس. فهمنا؟ ماشي. مهما كنت موظف في درجة عالية أو مرموقة، وصلت لأعلى المناصب، فأنت برضو في الأول أو في الآخر فأنت موظف. تحاول على قد ما تقدر إن يبقى لك شغلك الخاص بره الوظيفة. شغلك الخاص ده ممكن يبقى حاجة بسيطة جدا، أي حاجة بسيطة تجيب دخل. ما قلناش إن يبقى عندك شغلك الخاص إنك تفتح شركة كبيرة، لأ. ممكن تعمل صفحة على فيسبوك تبيع فيها منتجات، ممكن تفتح قناة يوتيوب، ممكن لو بتعرف تعمل مونتاج تشتغل في فيديوهات، مونتاج فيديوهات عند قناة يوتيوب. بتعرف تترجم أو شاطر في اللغة تشتغل في الترجمة. أي حاجة تانية جنب الوظيفة تجيب فلوس، ما تعتمدش على الوظيفة كدخل أساسي. عاوزة كل شهر تفكر تقعد مع نفسك كده أو تقعدي مع نفسك وتفكري، دلوقتي الفلوس اللي معايا أنا قبضت المرتب، المرتب ده هيتصرف في ايه؟ هيعود عليا بايه؟ هشتري بيه طلبات للبيت، طلبات لنفسي، طلبات للولاد،
طب وفي الاخر المرتب خلص، والطلبات اللي انا اشتريتها بتخلص خلال الشهر، ويجي اخر الشهر انتهينا، لا معايا حاجه من المرتب ولا معايا حاجه من اللي اشتريتها. كده الدنيا باظت، ما بقاش معايا حتى ولا 100 جنيه. طيب انا جالي فلوس وانا بعرف اعمل حاجه معينه او اشتغل شغله معينه، بشغل الفلوس دي في شغلانه تانية، منها قدرت ان انا اصرف على البيت، ومنها قدرت ان انا ادخل لنفسي فلوس. مش دي احسن؟ نعمل مقارنة بسيطة كده ما بين مدرس بيشتغل كل يوم من 7 الصبح للساعة 2 الظهر ومرتبه 6000 جنيه، وما بين واحد فاتح صفحة على الفيس بيبيع فيها منتجات، حتى لو منتجات بسيطة، قاعد في البيت رجل على رجل وبيدير الصفحة، بيعرض حاجات، بيقول مواصفاتها وبيقول سعرها، وبيجيله طلبات عليها بيجهز الطلبات ويبعتها. المدرس بيجيله 6000 جنيه في الشهر، وهو طالع نازل كل يوم ما عدا الجمعة، بيشتغل من 6 ل2 الظهر أو ل3 العصر حسب مدرسته فين. لكن التاني اللي فاتح صفحة على الفيس ما بينزلش ولا بيروح ولا بيجي، قاعد رجل على رجل، بيشرب شاي، بيشرب قهوة، بيشرب ينسون، وبيجي له من 8000 ل 9000 في الشهر. مين فيهم أحسن؟ الأولاني عشان وظيفة وعشان مرتب وخايف من المستقبل متمسك بالوظيفة، لكن التاني بيجرب وبيشتغل وبيزود من مهاراته وبيزود من شغله وبيجيله فلوس أعلى وهو قاعد مكانه. ملحوظة: الضرايب كمان بتختلف ما بين الغني والفقير. انا كل كلامي من اول الفيديو مقارنة ما بين الغني والفقير، الغني بيعمل ايه والفقير بيعمل ايه، او الموظف اللي بيجيله مرتبه بيعمل ايه، واللي بيشغل فلوسه او بيشتري حاجات عشان تجيب فلوس بيعمل ايه. في مقارنة تانية ما بين الغني والفقير. الفقير اللي بيجيله المرتب، قبل المرتب ما بيتقبض الحكومة بتخصم منه حاجات كتير، منها ضرايب. صح، اصل المرتب ممكن يبقى 8000، وعما يوصل للمدرس بيوصل ل 6200. ال 1800 اللي ناقصين دول راحوا فين؟ الحكومه خدتهم استقطاعات وضرايب. يبقى الموظف او اللي بيستنى مرتب اخر كل شهر بيقبض مرتبه بعد ما بيتخصم منه الضرايب. طب الغني او اللي فاتح مصلحه لنفسه او شركه لنفسه او شغل خاص لنفسه، بيجيله الفلوس، اسفه، بيصرف منهم على حاجات كتير قوي، بيدي للموظفين فلوسهم، بيشتري بضاعة، بيصرف على المكان اللي هو فاتح فيه بيطوره، الفلوس الباقية هي اللي بيدفع منها الضرايب. يبقى الضرايب نفسها بتختلف ما بين ده وده. بالنسبة للموظف الضرايب بتتاخد الأول، بيقبض فلوسه ناقصة. اللي فاتح مصلحة لنفسه بيصرف على الشغل كويس قوي بحيث ان هو يطلع له فلوس اكتر، والباقي بيجي بيصرف منه الضرايب او بيتاخد منه الضرايب. الناس العادية بتستنى الفرصة تجيلها لحد عندها، بيقبض مرتب آخر الشهر. أي موظف بيقبض المرتب آخر الشهر مستني أي طاقة نور تتفتح له عشان خاطر يجيب من وراها فلوس. لكن اللي مش موظف هو اللي بيخلق الفرصة أو هو اللي بيصنع الفرصة. زي إيه؟ الشخص اللي بيفكر صح أو اللي عايز يبقى غني فعلا بيبص حالي كويس قوي، بيركز كويس جدا، بيدور في اللي حواليه وبيفهم اللي حواليه كويس. الناس محتاجة ايه؟ الناس عندها نقص في حاجة معينة، انا اعمله واخد مقابل ليه فلوس. زي ايه؟ الناس بتشتكي من الاسعار، ان هم مش عارفين يعيشوا. طب ما انا اعمل قناة على اليوتيوب واشرح فيها ازاي الناس توفر وازاي الناس تدبر امورها، هيطلع لي فلوس. طيب في ناس ما بتحبش النحو او ما بتحبش العربي عشان النحو بيوقعهم. طب ما انا افتح قناه تعليميه، لو انا مدرس عربي افتح قناه تعليميه واشرح للناس النحو بطريقه مبسطه، منها ان هم يحبوه، منها ان انا يجيلي فلوس من القناه دي. في ستات بيوت عايزه تشتغل ومش عارفه تشتغل، طب ما انا اعرفهم يشتغلوا ازاي. في ناس بيبقى عندها نقص في اللغه، طب ما انا ادي كورسات، اعمل كورسات، لو انا متخصص تربيه ولا اداب ولا ألسن ولا غيره او لغات وترجمه، طب ما انا اعمل كورسات واشرح للناس دي ويجي لي فلوس. فالغني
أو اللي بيفهم صح، اللي مش معتمد على المرتب، بيخلق لنفسه الفرصة بإنه هو يتابع أو يراقب الناس اللي حواليه محتاجين إيه، ويعمل الحاجة اللي هما محتاجينها وبيجيله من وراها مقابل مادي. هو كده فاد واستفاد. أعرف ناس كتير قوي معاها شهادة عالية عالية عالية، بيشتغلوا عند ناس شهادتهم أي كلام، ومع ذلك أصحاب الشغل هم اللي شهادتهم أي كلام، واللي بيشتغلوا عندهم هم اللي شهادتهم عالية. الفرق ما بين الاتنين إيه؟ مش التعليم طبعا، الفرق ما بينهم المهارة. اللي فاتح الشغل ده بيعرف يعمل كذا حاجة أو عنده مهارة في كذا اتجاه. أول حاجة بيعرف إيه، إزاي يبيع، إزاي يسوق لمنتجاته ويبيعها، فبالتالي عرف يفتح مصلحة يبيع فيها حاجات. تاني حاجة إزاي يسوق، يعني إيه إزاي يسوق؟ فاتح عامل صفحة فيس، عامل صفحة واتس أو جروب واتس، عامل جروب على الانستجرام، بيعرض حاجته وبيسوقها كويس، يقدر يتكلم عن شغله كويس عشان يبيعه. بيقدر يدير وقته، يعني هو طول اليوم الوقت في ايده ملكه، يقدر ان هو يستثمر الوقت ده في بيع وشراء، يروح يشتري حاجات، يبيع حاجات، يروح هنا يشارك في حاجة، يعمل شهادة استثمار. هو بإيده وقته يقدر ان هو يتحكم فيه. لكن اللي شغال عنده وقته مش في ايده، ما عندوش مهارة بيع وشراء، هو عنده مهارة واحدة بس، ان هو يشتغل ويقبض المرتب في الاخر. كل دي فروق ما بين الغني والفقير، او ما بين اللي عايز يفضل عايش على اساس المرتب بس، وما بين اللي عايز يعمل لنفسه حاجة او يوصل لحاجة او يطلع من نطاق المرتب لأعلى من كده. خلاصة او الكلمتين المهمين، الزتونة اللي هنطلع بيها من الفيديو، دروس ختامية. اول حاجة، خليك جريء او خليكي جريئة، ما تخافش من الفشل، حاول مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ان انت تعمل حاجة غير ان انت تصرف المرتب اخر الشهر. رقم 2، الفقر مش عيب، والفقر مش مستمر. العيب ان انا استمر في اللي انا فيه، العيب ان انا افضل ساكت على اللي انا فيه او على وضع اللي انا فيه. اللي انت فيه مش نهاية العالم. اتعلم كويس قوي ازاي تعمل حاجة وابدأ اتحرك، راقب الناس اللي حواليك، شوف هم عاوزين ايه وابدأ اتحرك. 3، كل جنيه انت بتقبضه او بيجيلك او بتستلمه في ايدك ليه وظيفة. الفلوس ما بتتحوش عشان تتصرف، الفلوس بتتحوش علشان تشتغل وتجيب فلوس غيرها. رابع حاجة، محدش هيغنيك، لا الحكومة ولا الشغل ولا الحظ. انت اللي في ايدك تغير حياتك، انت اللي تقدر تفضل واقف محلك سر، وانت اللي تقدر انك تستمر ان انت تبقى احسن واحسن واحسن. افهم اللعبة وافهم ازاي تتحكم في فلوسك قبل ما تسيبها تتحكم هي فيك. كل ده كان باقي ملخص كتاب الأب الغني والأب الفقير، بس ما قلتش من أول الفيديو إن ده الأب الغني والأب الفقير، لأن الفيديو مش هيتشاف، لأن حضراتكم ما شفتوش الجزء الأول، وكان لازم أكمل الكتاب. الكتاب مهم جدا، مليان معلومات جميلة جدا، مرضتش أقسمه على 4-5 فيديوهات عشان ما تملوش. أنا جبت خلاصة الكتاب في فيديوهين 2، الفيديو اللي فات وهحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، وفيديو النهارده. ركزوا وشوفوا اللي حواليكم محتاج ايه وابدأوا اعملوه، حاولوا تستثمروا صح وتجيبوا فلوس صح. شكرا، واشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.